انا مش عارفه اروح فين من الكياته والقمر ده، بس انا عاجبني قوي الاستك بتاعه. جوزي المستقبلي لازم تبقى عارف الكلام ده، هتلاقيني اشاره مرور معديه من قدامك. بيستاشيو يا جماعه، بيستاشيو، حتى البيجامات عملوا فيها لون البيستاشيو. فيديو جديد في قناه سما سيمو. باين طبعا من الفيديو ان انا هوريكم بيجامات ليله العيد يوم الوقفه. باين السكاكر، انا شايفه سكاكر باينه هنا، فطبعا سكاكر بتتفرج وسكاكر هنا وسكاكر واقفه، فالفيديو ده كله مسكر. فبيجامات ليله الوقفه، قصدي ليله العيد وبقيه لبس العيد. طبعا يا جماعه انا هحاول بجد، يعني هي دي شخصيتي بجد، فخدوا عليا عشان انا بحب اهزر وبحب ايه، مفراقه من الاخر. فحاولوا تتقبلوا الشخصيه دي، عشان هتلاقوني على طول بنط كده في الفيديو، نطه كده نطه كده، برفع الحاجه كده بطبيعتي، فهو ده انا. فحبوني بقى زي ما انا، عشان انا كمان بحبكم زي ما انتم. وبس كده، تعالوا بقى افرجكم على البيجامات بتاعت ليله الوقفه، وافرجكم على بقيه لبس العيد وتاني. حاسه ان انا هتجنن كده واوريكم الحاجات بتاعت جهازي. بس لو كملنا 5000 سبسكرايب في القناه بعد الفيديو ده، يعني هو شرط بعد الفيديو ده، وكمان الفيديو ده وصل ل 1000 لايك، حلو 5000 و1000، وابدا افرجكم بقى حاجات جهازي واقول لكم نجيب ايه وما نجيبش ايه. وطبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه كده، تبذير، ده تبذير، بس انا يعني خدت الفلوس بتاعت المرتب بتاعي ورحت بعزقتها. ما بنعملش كده، بنجيب هي بيجامه واحده بس ليله العيد وهو طقم العيد، لكن اللي انا بعمله ده اسمه تبذير. خلينا متفقين، عشان انا بتهزق في البيت هنا كتير قوي، فمحدش يعمل زيه. تعالوا بقى افرجكم على الحاجه بتاعتي القمر دي، وتقولوا لي رايكم بكل صراحه بكل وضوح في الكومنتات. وعلى فكره دي من لبس العيد اللي انا قلت لكم جايباها للعيد. انا مش عارفه في حد زيي ولا انا بس اللي كده بجيب الحاجه يعني ما بستناش حتى ان انا ايه استنى العيد، لا انا بلبس على طول. ايه رايكم في السكاكر والقمر والمسكر اللي لابس البلوزه المسكره دي؟ طبعا قمر، طبعا قمر. بس قولوا لي رايكم في الكومنتات برده، مستنياه. ويلا بقى عشان انا بحبش ايه كده، انا متحمسه قوي اوريكم كل حاجه، فيلا بينا اوريكم اول حاجه. يلا نبدا بالسكاكر القلوب المسكر ده. بصوا انا لما ببص هنا ببص لكم، لما ببص هنا ببص على حاجه، فانا دلوقتي بصلكم. انا بس قبل ما اوريكم، فاكرين في الفيديو اللي فات لما قعدت اقول لكم البلوزه لما بننزلها كده بتنفخ؟ بصوا انا مش تخينه كده والله يا جماعه، بجد مش تخينه كل ده. مش عارفه ايه ده، عارفين فستان الاطفال كده لما بيبقى منفوخ كده كده؟ بصوا بتعمل ازاي. حاسه انا طفله قوي، ما هو انا فعلا طفله، بس يا دوبك طفله ربع قرن، 25 سنه، فاهم؟ مش عارفه انتوا زيي ولا ايه. المهم قلت لكم خدوا عليا عشان انا هي دي شخصيتي. يلا بس السكاكر بقى. انا مش عارفه اروح فين من الكياته والقمر ده. بصوا هو مش نص كم كده، هو لحد هنا، وبصوا الطول بتاعه يا دوبك هو تحت الركبه على طول. بس طبعا عليا عشان قصيره، فهو تحت الركبه بشويه حلوين يعني، بس مش حلوين قوي يعني تحت الركبه على طول برضه. بصوا بقى ليه حزام كده وحزام من هنا. طبعا انا ما قدرتش. بصوا الخامه بتاعت ده رب، انا مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، بس خامته تحفه قوي. المهم ان ده جبت منه واحد تاني اللي هو ده، بصوا عليه دباديب تحفه. هوريكم صورته عشان مش عارفه ليه حاسه ان الصوره مش، لا كده وضحت اهي. بص القمر والكياته. انا مش عارفه انتوا شايفين الكياته اللي انا شايفاها ولا لا. انا دايبه في دباديبهم بجد، ده دبدوب وانا دايبه في دبديب يا خلاصي. ايه رايكم بجد؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات بكل صراحه. وطبعا ده برده نفس الطول اهو، الطول بصوا هو يا جماعه بياخد شكل الجسم طبعا، عشان البنوته لما بتلبسه بيبقى واخد شكلها. فبصوا تحفه قوي، برده نفس الرباط. ابغي اقيسه لكم بس لا يجوز، مش هينفع. حمودي مش هينفع، وطبعا اي حد مش هينفع. ماما هتجري ورايا بالشبشب ده، مش هينفع خالص. بصوا الرباط تحفه. لو انتوا حبيتوه قولوا لي في الكومنتات وحطوا لايك. انا مش عارفه انتوا ليه مستنيين لحد دلوقتي تحطوا لايك ليه. يلا بينا عشان اوريكم اللي بعد كده. قولوا لي بقى نبدا بالبيجامه السكر دي ولا نبدا بالكاش ده؟ احنا شفنا كاشين، فخلينا نبدا بالبيجامه عشان انا دي بحبها قوي، بحب النوع ده اللي هو القطن اللي هو بصوا طري قوي. بس استنوا قبل ما نفتح بقى البيجامه نعمل كده. طبعا الحركه دي انا هعملها معاكم وانا بوريكم حاجه الميك اب للبنات اللي هي عايزه تشتري حاجات ميك اب ولسه مبتدئه. فطبعا السبسكرايب يعني اجباري في القناه. ليه بقى؟ عشان انا هعلمكم حاجات كتير قوي الفتره الجايه. فطبعا انت لو ما عملتيش سبسكرايب انت الخسرانه مش انا. طبعا انا هخسر برده
حبيبه قلبي مسكره زيك. بس تعالوا اوريكي بقى تاني ده على جنب. طبعا انا هلم كل ده بعد ما نخلص الفيديو. بصوا طار تاني طار. بجد لازم اللايك، لازم اللايك، لازم والسبسكرايب، عشان انا بتعب وبرجع الم اللي انا رميته على الارض ده تاني. يلا بصوا بقى، بصوا دي اول حاجه. عارفين انتوا البيجامات القطن الطريه قوي دي؟ هي دي انا بحبها. طبعا البيجامه دي اصلا المقاس بتاعها كبير، بس انا عشان بحب اوقات كده في الصيف يبقى يكون في حاجات مريحه عليا شويه. فدي التيشيرت ده كبير عليا على فكره، يعني واسع كده، فانا حبيته عشان خاطر ايه، هو مريح. وده طبعا البنطلون. بس انتوا ما قلتوليش ايه رايكم في اللون. انا اللون ده بجد يا جماعه عجبني قوي. ده البنطلون بتاعها، بصوا اللون بجد، عشان اللون ده انا بحبه قوي، اللي هو اللون الفستقي، بيستاشيو يا جماعه، بيستاشيو. حتى البيجامات عملوا فيها لون البيستاشيو. بصوا، حاسه ان انا شويه وهطلع عليكم ببيجاماتي وانا لابساها، ولا هعمل حساب ان انا بصور ولا ان الدنيا كلها بتشوفني، وعادي. ليه بقى؟ عشان خدت عليكم خلاص. فانا لو خدت عليكم دي تبقى نصيبه كبيره بالنسبه لي. بص، تعالوا بقى نشوف الايه الكاش التاني بالمره، عشان خاطر اوريكم السوتين اللي انا جبتهم والبنطلون، عشان نقفل الفيديو ده قبل ما اتهور واقعد معاكم بالاصدار. بصوا لي بقى، انا شايفه هنا ده ايه ده؟ شايفه ده بديل. استنى، احساس ان احنا نلبس حاجات جديده ده بيبقى احساس فوق الرائع، خصوصا البنات بقى هي اللي هتحس الكلام ده. على فكره يا جماعه انا زيكم عادي جدا، يعني انا ممكن تلاقيني قاعده في البيت ببنطلون بيجامه وتيشيرت بيجامه تانية خالص، بس تقولي لي امال بتشتري ده كل يوم؟ اقول لك لا الا الشارع، معلش نشتري، بس ما ننسقش البيجامه في البيت، ما ده معروف. يعني ممكن تلاقيني لابسه بنطلون احمر وبجد تيشيرت اخضر، عادي جدا عادي. يعني جوزي المستقبلي لازم تبقى عارف الكلام ده، هتلاقيني اشاره مرور معديه من قدامك. بصوا بقى، ده قط بصراحه برضو في الصيف هيبقى حلو قوي. انا مش عارفه انتوا هتحبوا ان هو مقلم بالطول ولا لا، بس انا حبيته عادي. ومن تحت ده كده فيه فتحه، اهم حاجه الفتحه دي، اهم حاجه الفتحه الناحيه التانيه. استنوا يا جماعه اوريكم الفتحه، ولا لازم تشوفوها. بص الفيديو وقف وانا بوريكم الفتحه بتاعه الكاش بس، ولا هوريها لكم برده عشان انتوا بقيتوا اخواتي. بصوا كده، هي فتحه صغنونه من تحت كده، فهو حلو الصراحه، هو كله لذيذ. حتى وانا لابساه كده كان شكله عسول عليا. المهم بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني في حديث بقى ان ايه، ان احنا بنقعد في البيت ببنطلون شكل وتيشيرت شكل بتاع البيجامه. انا لو قلت لكم انا لابسه ايه تحت البلوزه القمر دي، يعني من تحت، انتوا بجد هتموتوا على نفسكم من الضحك. بس طبعا عيب ان انا اوريكم، فانا هقول لكم. بس انا لابسه بنطلون بيجامه بجد والله، يعني انتوا مفكرين ان انا من فوق كده زي القمر كده، بس انا من تحت لابسه بنطلون البيجامه وحافيه واقفه على البلاط وبصور عشان سيادتكم. فانتوا مش عارفه مستنيين ايه تاني عشان تحطوا لي اللايك القمر بتاعكم ده. وافكركم تاني ان انتوا لو عملتوا لايك والفيديو ده وصل لحد 1000 سبسكرايب. لخبطتوني. بص نعيد، لو الفيديو ده وصل لحد 1000 لايك و5000 سبسكرايب بعد الفيديو ده، انا هطلع حاجات جاهزه واوريها لكم بقى. نبدا بقى بالملايات، الحاجات الكبيره اللي العيله بقى بتاعتها عامله لي دوشه وازمه في الاوضه، واوريكم بقى الحاجات القمر بتاعتي، وتقولوا لي رايكم وتقترحوا عليا اقتراحات، ونكمل الدنيا مع بعض. يلا بقى اوريكم بقى السداد القمر اللي انا جايباها. جايبه لونين طبعا. بصوا انا مش هقدر افتح اوريكم ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده. بصوا استاذ حكيم انا اسفه، بصوا لي كده، ده سوت بنطلون وشميز كده، وده نفسه هو. بس تقولوا انت جبتي لونين ليه؟ هقول لكم عشان انا محتاجه البنطلون الاسود والشميز الاسود ده هلبسه على مليون حاجه، على الجيبات. عندي جيبات مشجره كتيره، وعندي جيبات بقى ملونه يعني شكلها حلو كده، هبقى اوريها لكم ونعمل بقى ستايلينج مع بعض. بصوا بقى، ده بيج نفسه هو. بس انا هوريكم. بصوا يا جماعه فرق الالوان على الوش، بصوا حاسه مفيش تغيير. انا اسفه، ما تبصوش تاني. نبدا. هوريكم الاسود، انا مش هوريكم التاني عشان الوقت بتاع الفيديو، بس هوريكم بقى ايه التفاصيل بتاعه الشميز اهي. مفيش اي تفاصيل، بس هو كده، هو ده وخلاص. بصوا الحته اللي من ورا ده، طبعا هو واسع، هو اوفر سايز، بس ايه، عايزه اوريكم بنطلونه بقى. تقولي لي جبتي الاثنين ليه؟ اقول لكم عشان هما الاثنين لونين حلوين، وهم دول ما فيش غنى عنهم. بصوا بقى البنطلون ده برده بيبقى واسع، بس انا عاجبني قوي الاستيك بتاعه.
بصوا لما هنا ببص هنا ببقى ببص على حاجه، لما ببص هنا ببص عليكم انا بفكركم. فبصوا الجيب ده تحفه تحفه تحفه، احلى حاجه في الجيب. وده كده ايه البنطلون، والتانيين زيهم. تقولي طب جبتي البنطلون ده ليه مع ان ده واسع قوي يا جماعه بقى؟ بس ده انا هضيقه شويه وطويل هقصره، عشان البنطلون ده اللون ده حلو قوي بيليق على كل حاجه. انا هشيل دي عشان مش عاجباني هي متخيطه فيه كده، بس البنطلون ده يعني بجد 3/4 الناس بشوفها لابساه يبقى شكله حلو، فجبت البنطلون ده كمان. وبس كده. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله اول ما اخد العيديه هبعزقها واجيب بيها حاجات ونعمل بيها فيديو. فما تنسوش السبسكرايب واللايك القمر بتاعكم، والاتفاق 5000 سبسكرايب و1000 لايك. وبس كده، باي باي.